السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة جايين نتكلم في موضوع مهم جدا. بقالنا أسبوع تقريبا يا جماعة وفي عمليات نصب كتير بتحصل على الفيسبوك. على جميع الجروبات هتلاقي ناس بتعرض حمام بخارة وحمام مفتل وحمام مساوي وقرباش وحاجات زينة مستويات قوية قوي وكينج وروماني وبتاع والكلام من ده، بايميلات مجهوله الهويه. يعني بتلاقي واحد عامل اكونت فيك، تمام؟ مش شرط يكون الاكونت جديد. اسمع دي والله العظيم، النصابين عندهم 4-5 اكونتات يقدر يخش من عليهم، يعني مش شرط يكون الاكونت فيك. فحضرتك بتخش تشتري منه. ولاحظ كده، احنا قلنا لك قبل كده اي نصاب ما حلتوش غير لسانه. لو ما بيعرفش يتكلم ومش هيعرف يقنعك، ده كده مش نصاب، ده يبقى حرامي. لكن النصاب فرق او شيء والحرامي شيء. الحرامي يسرقك من غير ما تاخد بالك، النصاب يسرقك بمزاجك، يفتشك بمزاجك، يجيب الجنيهين منك بمزاجك، تمام كده؟ فاللي حصل الايام اللي فاتت دي انا شايفها مهزله. هو انت مش شقيان في الجنيه؟ يعني انت والله العظيم مش شقيان في الجنيه عشان تروح تدفع تحول لواحد 2000 جنيه و3000 جنيه عشان تاخد حمام بخس مستوى قوي؟ معلش يعني انت ناصح والناس دي كلها هبله؟ انت شايف نفسك كده؟ ما مفيش كده خالص يا جماعه. يعني الناس مش عبيطه والله العظيم، يعني تمام. فعايزك تثق تماما ان النصاب مش داخل يستهدف الغواة الكبار، لان عارف ان الغواة الكبار عارفين جوز الحمام ده ابوه وامه فين، ان كلها اوضه وصاله اقسم بالله. فالنصاب داخل يستهدف الاخ اللي عامل فيها فهلاوي وناصح، اللي هو ايه، انا صياد يابا، انا مش هشتري من احمد ابو هاجر عشان بيبيع حمام مستوى قوي بسعر غالي، تمام؟ انا مش هشتري من مجاهد البربري عشان بيبيع حمام مستوى قوي بسعر غالي، مش هشتري من ابو مريم التونسي عشان بيبيع حمام قوي بسعر غالي. ابعد يابا عن المشاهير، المشاهير دول يابا بيرزعوا في الاسعار، بيبيعوا باسمهم. هي مش كده خالص. طب ما طبيعي لازم ابيع باسمي، مش انا راجل تعبان في الحمامتين؟ مش راجل بتقي الله معاك في البيع والشراء ورافع شعار من غشنا فليس منا؟ لو حصل اي حاجه لا قدر الله تيجي ترجع لي الطير، تمام؟ ولا بيع لك الحمامتين واقول له امك في العشه ولا طارت؟ مش هعمل كده اكيد. يعني اكيد هحافظ على سمعتي، وقبل اي شيء حاطط ربنا قدامي، هو الرقيب بيني وبينك. فالفتره اللي فاتت دي لقينا واحد مش عارف اكونت اسمه ابو هاجر مش عارف ايه، و4-5 اكونتات تانيين عملوا عمليات نصب غريبه على الناس. حمام بخاره معروض، الجوز ده لو انا عندي وهخرج منه ب 5000 جنيه، بيبيعوا لك ب 1500 جنيه. انت فين عقلك يا اخي؟ ده الزغليل منه مش ب 1500 جنيه، ويبعت لك فيديوهات هي مش بتاعته، هو معاه فيديوهات محتفظ بيها. بتقول له طب صور لي فيديو غيره، يقول لك معلش اصل انا في الشغل. طب صور لي مش عارف ايه، يقول لك اصل والله معلش اصل انا داخل اصلي عشان بس الصلاه هتقيم. هتلاحظ دايما ان النصاب بيلعب لك على حته الدين. كل كلمه يقولها لك، اصل انا كنت صايم النهارده معلش داخل افطر مع اولادي، تمام؟ اصل النهارده الاثنين نوافل، بصوم اثنين وخميس. والله لازم هو عاوز يدخل لك جوه قرارة نفسك ان انا ملتزم دينيا. بص كده ازاي دي التجاره بالدين. تفتح صفحته الشخصيه هتلاقيها كلها كانه بص سيد شهداء اهل الجنه. تفتح الصفحه بتاعته تلاقيها كلها اذكار وادعيه للشيخ الشعراوي وفيديوهات للشيخ الشعراوي. انا ما بشككش والله ولا بخون الناس في الدين، بس هو ده اللي شفناه من النصابين الفتره اللي فاتت دي كلها. فالله يكرمك اسال او تتعامل ازاي. قلنا الرخيص غالي، دي قاعده تحطها في حياتك. اي حاجه بتجيب سعر رخيص هتبقى غاليه. ازاي هتبقى غاليه؟ يا هتاخدها اعطال، تمام كده، يا اما هيتنصب عليك في فلوس. طب لاحظ كده، عمل لكام واحد حظر النصاب ده. اول ما بتقول له يا باشا انا عايز اقابلك، هيهرب منك باي وسيله. ولازم يعرف الاول انت بأني بلد عشان ما يقولكش بلد قريبه منك. هتلاقيه مثلا بتقول له انت منين يا باشا؟ يقول لك انت منين يا عمنا؟ تقول له من القاهره، يروح قايل لك من البحيره، يروح قايل لك من اسكندريه. المهم ان هيديك مكان بعيد عشان انت تكسل تروح له. هو عاوز شحن، هو عاوزك شحن.
ويجي يقول لك يا باشا اتفضل ابعت على رقم فودافون كاش وان شاء الله نشحن لك في خلال ساعه. بيننا وبينك ربنا، وبالله عليك خلي بالك من الحمام وحافظ عليه. وعشان خاطري يا اخويا لو هتخرج من الحمام دوت بالله عليك تقول لي قبل ما تبيعه، عشان خاطري ان هم عزاز عليا قوي. ولازم يديك احساس ان هو بيطلعهم غصب عنه حوجه، لازم. تمام؟ عاوز يطمنك عشان هو كده نصاب. فيا جماعه اتقوا الله في نفسيكم، انتوا شقيانين في الجنيه. يا حبيبي مفيش فرد حمام مستوى قوي هيتهان ويتباع بالصيغه دي. مفيش. انت مش ناصح، انت كده خايب. يا حبيبي اسال. يعني لقيت دوت عارض، معلش يعني مع احترامي لحضرتك، يعني ليه الغواء الكبار ما دخلوش كلموه؟ هو اصلا عامل لنا كلنا حظر، احنا ليه ما بنشوفوش؟ هو عامل لنا حظر، هو عارف مين يا باشا اللي هيقطع عليا. فلان وفلان 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 وفلان، بيروح عامل لكله حظر لان هو عارفنا، متابعنا زيه زيك، فبيرزع للكل حظر يا باشا. ده النصاب. تمام؟ بيقول لك اصل من الفيوم، وده كان جوي زمان اسمه ابو، انا ما بذكرش اسامي ماليش علاقه بالناس اللي كانت معروفه زمان، لان انا ما عنديش دليل ملموس في ايدي اقدر اقوله، وما اقدرش ان انا اتهم حد بالباطل بدون وجه حق. ما عنديش دليل، بس اللي اقدر اقوله لك انت انصحك يا باشا دلوقتي حضرتك بتشتري حمامتين من حد بكل ادب واحترام، قول له بقول لك يا باشا معلش والله العظيم انا ما اضمنكش، ولا انت اكيد تضمني، ولا هقول لك حول لي الحمام، بص كده، ولا هقول لك حول لي الحمام وبعد كده ابعت لك الفلوس، ولا انت تاخد فلوسك الاول. عندك حل من الاثنين. هيقول لك ايه الحلين يا باشا؟ مش انت صادق؟ هيقول لك اه طبعا يا باشا بيننا وبينك ربنا. هيقول لك كده النصاب، وهيحط ربنا في كل شيء. تمام؟ وهو هيذكرك بالله كل شويه. قول له طب احنا هندخل حد يكون مشهود له بالامانه، تمام؟ هو يكون حكم بيني وبينك. تمام يا باشا ما عنديش مشكله. قول له طب مثلا ندخل احمد ابو هاجر يكون هو وسيط، ندخل مجاد بربري، ندخل ابو مريم التونسي، ندخل احمد مجدي، الناس اللي هي موجوده على الميديا معروفه يعني. وانا والله ما برفض، عادي اخش وسيط ما بيني وبين اي حد واضمن البيع، ما عنديش اي مشكله خالص والله. نظير ان كل واحد ياخد حقه، والله ولا بتعب ولا بكل ولا بمل. في ناس محترمه كتير جدا، هو اول ما يسمع اسامينا دي هيقول لك لا. فلما انت قلبك ما يطمنش لما تيجي يهرب، خلاص انت اخلع بكل ادب واحترام وحذر الناس منه. تمام كده يا جماعه؟ فالله يكرمكم، خلوا بالكم من نصابين الفيسبوك، خلوا بالكم من اللي بيبيعوا باكونتات فيك. انت مش ناصح، وقلنا قبل كده الحمامه المستوى القوي ما بتتهنش، الحمامه المستوى القوي ما بيتدللش عليها على النت، هتلاقيها عند اللي يقدرها، هتلاقيها عند الفريخ. عشان تاخد حمام مستوى قوي لازم تدفع، مفيش حد هيديك حمام مستوى قوي ببلاش، ده شقيان فيه تعب سنين عشان يوصل للمستوى ده. يديك جوز ب 5000 جنيه يبيع لك ب 1000 ونص، مفيش يا عم. يبيع لك جوز نمساوي بيقول لك بتبقى للخارج ب 1000 جنيه ولا ب 2000 جنيه. ما هو مفيش الكلام ده يا جماعه. انت فين عقلك بقى؟ ما انا بقول لك لولا وجود الطماع مش هيبقى في نصاب، الاثنين مرتبطين ببعض. تمام كده؟ الطماع مرتبط بالنصاب، النصاب بيشتغل على الطماع. تمام كده؟ زي ايه؟ الذنب والتوبه. لو مفيش ذنب هيبقى في توبه؟ لا. لو مفيش توبه يبقى في ذنب، الاثنين مرتبطين ببعض. لازم ذنب ربنا يجعل لنا توبه، وهكذا وهكذا. تمام يا جماعه؟ معلش والله بس انا محروق دمي قوي، ومش هحط سكرينات شوت. الجروبات مليانه تحذيرات نصب. بتشتري من حد يا باشا؟ احمد ابو هاجر مش فاضي؟ ما انا عندي شغل ساعات بعتذر. شوف غيره، شوف غير اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه يا باشا. تروح منزل بوست بسكرين شوت، يا جماعه انا هشتري من الراجل ده وابعت له فلوس، حد يعرفه؟ ما بتعبش. انا يا باشا لو بشتري مني حمام ومش واثق فيا، نزل سكرين شوت في اي حته. يا جماعه انا بشتري من احمد ابو هاجر جوز حمام ب 2000 جنيه ب 3000 جنيه، ابعت فلوس والله ما ازعل، اقسم بالله ما ازعل. تعالى يا باشا استلم حاجتك بايدك يد ليد. قلت لك من غشنا فليس منا. تمام؟ وده كان فيديو النهارده يا جماعه، الناس تاخد بالها
من النصابين على الفيسبوك. ما تنخدعش باللي بيتكلم بالدين كتير واللي صفحته عليها احاديث وايات قرانيه كتير. تمام؟ والفتره الجايه هنعمل لك فيديو عن حالات نصب حصلت ونحكي لك حصل فيها ايه بالتفصيل عشان تاخد بالك، لان هي الصيغه واحده. صيغه النصاب تحس ان هي كوبي بيست. تمام كده؟ طب يا ابو هاجر، ما انا ممكن اجيبه من رقم الفودافون كاش اللي بعته لي. لا يا باشا، هو مش عبيط. هو بيعدي على اي كشك في الشارع يقول له باشا عندك فودافون كاش؟ اه. طب معلش يا باشا، في واحد هيبعت لي فلوس النهارده عليه، ممكن تدوني وابقى اكلمك؟ اه. بيروح واخد رقم تليفونه، ده كشك في الشارع او سوبر ماركت بعيد عن بيته بكتير. تبعت الفلوس يروح يسحبها وبعد كده يعمل لك بلوك. تمام كده يا جماعه؟ ده كان فيديو النهارده. شكرا جدا لحسن المتابعه والمشاهده. طبعا يا جماعه دي قناتنا الثانيه، دي صفحتنا على الفيسبوك برضو اللي بننشر عليها. الله يكرمك يا من المتابعه على صفحتنا على الفيسبوك احمد ابو هاجر محب الحمام. ودي قناه ثانيه البديله بننزل برضو عليها فيديوهات. اعمل لنا اشتراك عليها وفعل الجرس ليصل كل جديد، وعليها شويه فيديوهات كتير. لف لفه كده في الفيديوهات واثبت حضورك معانا. قول لي جاي لك من القناه الثانيه يا ابو هاجر. السلام عليكم.